أهلا بيكم يا أبطال. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنحكي قصة السلحفة. كان يا مكان كان فيه سلحفة جميلة قوي ماشية بتتفسح في الحديقة، وهي ماشية شافت الفراشات عمالة بتطير. قالت ايه ده؟ الله، أنا نفسي أكون فراشة جميلة كده. اشمعنى أنا مش بعرف أطير؟ هوب هوب، مش بعرف أطير زي الفراشات الجميلة دي. يا بختهم، دول بيعرفوا يلفوا العالم. إنما أنا على ظهري قوقعة ضخمة قوي، مستحيل أعرف أطير. أنا زعلانة وحزينة، كان نفسي أطير زي الفراشوت. وهي ماشية زعلانة قابلت الساحرة. مالك يا سلحفاة، زعلانة كده ليه؟ قالت لها كان نفسي أطير زي الفراشات. قالت لها تحب أحولك فراشة؟ قالت لها يا ريت، ده أنا أكون ممنونة ليكي جدا. يا ريت تحوليني فراشة بأسرع وقت. وفعلا جات الساحرة بالعصاية بتاعتها وحولتها فراشة، والسلحفاة بقت تطير زي الفراشات. بعد كده هوب، المطر نازل. ايه ده؟ انا مش عارفة استخبى، انا مش عارفة اطير. المطر ده ممكن يموتني. اروح فين؟ فين الصدفة اللي كانت على ظهري بتخبى فيها؟ يا ريتني ما اتحولت فراشة. فينك يا ساحرة، تحوليني تاني. انا خلاص مش عايزة اكون فراشة، انا عايزة ابقى سلحفة. راحت قعدت تدور 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 على الساحرة، لقيتها. أرجوكي أرجوكي، خلاص أنا مش عايزة أكون فراش، ممكن ترجعيني تاني سلحفة؟ بس دي آخر مرة. حاضر. الحمد لله، صدفتي الجميلة، أنا بقيت سلحفة. أنا مميزة، عندي صدفة جميلة تحميني من الخطر. الحمد لله يا رب عشان خلقتني سلحفة. لازم يا أصدقائي تعرفوا إن كل شخص فينا ربنا خلقه عنده حاجة بتميزه، فنحب الشيء اللي ربنا خلقنا عليه وما نبصش للحاجة الميزة اللي عند غيرنا. نتطور ونكون أحسن بنفسنا. باي باي.